السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى يا ربي هذا الفيديو لقاكم على خير وبخير. عواشركم مبروكة بكل ما كتمناو. اليوم بإذن الله غنحضر معكم بريوات اللي نام وبسيطلات صغار بالحوت. فان شاء الله اول حاجه غنبدا بها فعندي القزبر والمعدنوس، عندي واحد 4 الفصوص ديال الثومه، وعندي البصله. هادشي هذا غادي نديرو في الهاشواغ دابا نهاشيه ونرجع معكم. غنضيف كذلك حتى واحد نص حامضه هكا حتى هي غادي نديرها ونهشيها معاهم. نسيت ما قلتها لكم. كيف كتشاهدوا معايا شنو غادي ندير دابا؟ غناخذ ها هي بصيله، القزبر، المعدنوس والثومه وداك نص حامضه، ها هما هشيتهم مزيان. انا غنديرهم دابا في المقيله ان شاء الله. دابا غنبدا ندير الاقامه. فاول حاجه بسم الله على بركه الله، اول حاجه غنضيف هي الملحه هكا. غنضيف كذلك البزار، واحد معلقه صغيره هكا، معلقه صغيره. غنضيف كذلك الخرقوم البلدي، معلقه ونصف. غنضيف كذلك الكمون، معلقه صغيره. غنضيف كذلك حتى السكنجبير، معلقه. غنضيف كذلك القزبور يابس، معلقه ولا جوج معالق، ماشي مشكل. القزبور كينسم لينا. بقات لي دابا غير اوراق الغار، اوراق سيدنا موسى. نضيف على حساب 3 4 على حساب كينسمو لينا. الفلفله الحمراء معلقه كبيره ممتلئه. صافي دابا اش بقى لي نزيد الا زويته بلديه. بسم الله توكلت على الله. واحد الكميه لا باس بها. ها هي وندير هادشي فوق النار نشحر. هذه هي الصلصه اللي غادي نسم بها السبيه والكروفيت والميرنا اللي طيبت في الفران. غتشوفوا معايا ان شاء الله جميع المراحل. تلطح مزيان. ها هي انا طفيت ليها دابا. انا غنحيدها نديرها في الطبسيل. السيبيه هي وضعتها انا تقريبا هنا نزيد واحد المعلقه كميه. نضيف السيبيه من هاد الصلصه اللي انا صايبت بالطريقه هذه. نحيد هاد ورقه سيدنا موسى بلاتي، ماشي مشكل. كطيب غير نحيدها مع هاد الزويته بلديه. تشحر مزيان. على عافيه تكون مجهده. بالنسبه للسيبيا ها هي طابت معانا. ها هي. فدابا انا شنو غادي ندير؟ غادي نصفيها باش هذا المرق هذا بغيتو غادي نستعملو مع الشعريه الصينيه. ولا بالنسبه للشعريه الصينيه انا خديت هاد لاصوص اللي درت، ها هي خديت منها غير كميه هنايا. غادي نضيف ليها دابا الشعريه الصينيه بالطريقه هذه. وغناخذ المقص نستمر بهذه الطريقه هذه. نحيد هذه. دابا شنو غادي ندير؟ غنشد هاد السيبيه انا غنصفيها دابا، وهاد المرق ديالها هو اللي غناخذ غنزيدو على الشعريه الصينيه باش تشرب ليا هاد الاقامه هكا بهاد الطريقه هذه. درتها في المصفات وهاد المرق اللي نزل ها هو بغيتو تشرب ليا في الشعريه الصينيه باش يجي اللوغو ديالها بنين هكا بهاد الطريقه. نقطر مزيان دابا
وغادي نديرو في هاد القصريه اللي غندير فيها كلشي، يعني غتشاهدوا معايا جميع المراحل ان شاء الله باذن الله. تصفى دابا. ها هو دابا السمك ديالنا سيبيا تشرب، ها هو ضفتو في القصريه. بالنسبه للشعريه الشينواز ها هي مع ديك اللي قامه، انا غنديرها في المقله، ها هي مع فيها باقي فيها الصلصه، غنضيفها فيها باش تشرب لي هاد لاصوص، ما يضيع حتى حاجه ما تضيع. هي الشعريه الشينواز شربت لي القامه. غنزيدها دابا في القصريه باش تبرد ليا ونرجع معكم. فوالا ها هي زدتها لا سيبيا هما في القصريه. دابا هادو خليهم يبردوا على جنب. اشنو غادي ندير دابا؟ غادي ناخذ زبيته بلديه، بسم الله، تقريبا كميه لا باس بها. ها هي تقريبا 4 كاس ديال الزيت البلديه ياك. شنو غادي نضيف ليه؟ كروفيت، ها هو بالنسبه للكروفيت ها هو درتو. فانا فايته يعني من سبق شاركت معكم التسطيطات ديال السمك يعني بطريقه مفصله. فهاد العام هذا ان شاء الله حبيت انني ندير طريقه اخرى مغايره للطريقه الاولى. فانا الكروفيت غنطيبو بالقشور ديالو في زبيته بلديه فقط، كيجي بهاد الطريقه حتى هو لذيذ جدا جدا. جربوا التسطيله بهاد الطريقه وردوا عليا الاخرى. انا نشوحو يعني مزيان حتى يدخلوا الطياب، عاد نقيه. ها هو انا كثرت يعني الكروفيت باش يجيو يعني بنان. بالنسبه للميرنا ديالي ها هي طيبتها في الفران، ها هي طابت ليا. بقى لي دابا غير نقيها ان شاء الله. هي دابا دي واجده، غنقيها وغنشحر هاد الكروفيت مزيان يدخلهم الطياب، يعني عاد فيها هي مجهده باش ينشف ليا. كنشارك معكم جميع المراحل مرحله بمرحله باش المبتدئات يطبقوا هاد الطريقه كيجيو فيها الصيطلات لذاذ وبنان. راه الكروفيت بهاد الطريقه راه دغيا كيطيب. صافي دابا غنطفي عليه ونخليه يبرد. بما نقيت هاد السمكات الميرنا اللي طيبت في الفران ونقيه حتى هو ونرجع معكم ان شاء الله نكمل معكم تتمه المراحل. فانا شديت هاد الكروفيت، نقول لكم هاد المرحله قبل ما نقيه. فانا درتو في الصفايه، صفيتو نزل منه ديك الزويته بلديه وديك الميها ديال الكروفيت اللي طلق، ودرتها هكا غير شويه بضع قطرات ينسموا ليا هاد الشعريه الصينيه. فحتى حاجه ما كنضيعوها. ها هي نخليوها تبرد معانا بما ان شاء الله نمشي نقي السمك ونرجع معكم نكملوا. غادي نضيف الكروفيت المرحله هذه. شوفوا معايا كي كيجي مشرب وكيجي طايب وفتي ولذيذ صراحه الله. غادي نضيف دابا بسم الله ديك الميغلون اللي طيبت في الفران. ها هي نقيتها مزيان بسم الله. ها هي شنو غادي نضيف كذلك؟ غنضيف هاد الصلصه اللي انا نغسل يدي. شنو غادي نضيف دابا ان شاء الله؟ غادي نضيف واحد المعلقه ديال الهريسه. غادي نضيف كذلك هاد الصلصه يعني الشرموله اللي انا كنت خليت تقريبا 3 المعالق صغار. ها هي ندير بهذه الطريقه. ما ضفتش فيهم الشامبينيون بحكم انه اللي ما كيعجبوش الشامبينيون
ما درتوش. فانا درت صوص صوجه تقريبا، درت واحد معلقه كبيره ولا 2 معالق يعني على حساب. وغادي نضيف كونسونطر ديال الحامض تقريبا حتى هو واحد 2 معالق كبار. لاصوص الصوجه حتى هي نديرو 2 معالق، انا غنكملها يعني حتى هي 2 معالق لاصوص الصوجه، 2 معالق و2 معالق ديال كونسونطر. دابا غنخلط هاد الحشو كامل. انا غنبدا نخلط، غنخدم بيديا، هي راه مغسولين، انا كنستعمل يديا. غنخدم هادشي نخلطو مزيان باش يتجانس، تدخل هاد الشرموله وتدخل هاد بالنسبه للحشو ها هو جاهز عندي، راني دقته. زدت ليه غير شويه الهريسه، جاتني خصو شويه الحرور، وزدت ليه شويه كتوقي وكتشوفي واش هو هذاك ولا خصو شي حاجه. فزدت له واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه، وزدت له كذلك حتى الكونسونطر ديال الحامض. صافي هادشي اللي زدتو. عندي كذلك ها هي الزيت باش غادي ندهن الورقه ديالي. ها هي الورقه، عندي كميه، عندي هنايا انا الورقه ديال البخار اللي كنستعمل، وعندي كذلك المقص والموس اللي غنقطع بهم. كيف ما كتشاهدوا هنايا الورقه ها هي، هذه ديال البخار رقيقه سنسيبل، ها هي ترونسبارونت.
من بعد ما ساليت فانا غادي نوريكم دابا طريقه التخزين اللي كندير. فكناخذ دي يعني تشوبينات عندي مغسولين مزيان، فكندير الطبقه الاولى مثلا هنا خديت البسيطلات حطيت واحد 3، درت واحد البلاستيك يعني الغذائي، كندير كذلك الطبقه الثانيه، ثم كنعاود ندير بلاستيك الغذائي من الفوق صافي وكنسد. كنمشي كنتقل البريوات، كندير الطبقه الاولى ثم طبقه ديال البلاستيك الغذائي ثم الطبقه الثانيه ديال البريوات، وعاد كندير يعني بلاستيك غذائي من الفوق وكنقفل عليهم باحكام وصافي كندخلهم الى المجمد. هكا كنحتفظوا بهم حتى كنبغيو نستعملوهم. كنتمنى يا ربي هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، وعواشركم بروكا الى فيديو قادم ان شاء الله.